السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الشيف محمد أشرف. عايز أقول لكم على حاجة بس كده، موضوع نصيحة ده لأي حد، للكبير والصغير. نصيحة للكبير والصغير: ما تتواصقش مع حد، ما تحطش ايدك في ايد حد، ما تتواصقش مع حد ولا تحط ايدك في ايد حد، وما تمشيش بدماغه. اوعى تمشي بدماغه، اوعى تسمع كلامه، عشان لو انت سمعت كلامه ومشيت بدماغه هتخسر وهتقع وقعة صعبة وهتروح ورا الشمس. بلاش تسمع كلام حد، خليك في نفسك، خليك مع نفسك، فكر في حياتك وبس. ما تفكرش في حياة حد، ما تفكرش في مستقبل حد، فكر في مستقبلك انت فقط. ما تفكرش في مستقبل عيلتك، في ابوك، امك، اختك، اخوك، مراتك، ابنك. ماشي، فكر في ده وفكر في ده. ما تفكرش في حاجة زي دي، غير فكر في حياتك ان انت مستقبليا اللي هتعرف تحمي اهل بيتك. مستقبليا هتعرف تحمي اهل بيتك. زي ايه؟ في مستقبلات، المستقبل بتاعهم اللي جاي، المستقبل بتاعهم اللي جاي، اللي هما اللي احنا لازم نخاف على عيالنا ونخاف على اولادنا، على بيتنا، ونخاف على الحاجة بتاعتنا والكلام ده. والعين والحسد بيجوا منين؟ العين والحسد بيجي منين؟ ماشي، من كآبة البيت. ماشي، عشان مفيش قرآن سورة البقرة، مفيش تبخر في مكان بخور، مفيش رؤية شرعية بتشتغل كتير، مفيش ذكر عن النبيين محمد. ماشي، كل ده سكوت. ما هو ده اللي انتوا قاعدين وخلاص، قاعدين وحاطين رجل على رجل وخلاص، مبتعملوش حاجة. وبتعملوا ريسات، بتعملوا يعني ريس وخلاص في الايه، في المنزل، ولا بتعملوا ريس في مكان برا ولا اي حاجة. ما ده غلط، ده مش كويس، ده نوع مش كويس. ماشي، اعمل الصح احسن، اعمل الصح وما تتواصقش مع حد. زي ايه كمان؟ ماشي، يعني واحد يقولك نصيحة في شغل، ماشي، وفي الاخر ما يطلعش جد. ماشي، يتفق معاك على شغلانة وما يطلعش جد. ماشي، يروح يتفق معاك على فلوس ما يطلعش جد. يروح يتفق معاك على شغل جملة ولا شغل قطاعي ولا شغل ده ولا شغل ده، ما يطلعش جد. يروح يقولك في شركة كذا، ما يطلعش جد. في حاجات ايه، فرعيات ايه، ماشي، غلط. ما تعملش نفسك ملياردير، ما تعملش نفسك انت عارف كل حاجة في حياتك، ما تعملش نفسك انت فاهم كل حاجة انت حاسس بيها. ده اللي انا بعمله ده صح. عمر الانسان فاهم كل حاجة، عمر الانسان مش فاهم كل حاجة. مخ الانسان صغير. اللي بيقولك مخ كبير والكلام ده، ماشي، ده مخ بايه، زنخ. انسان مش فاهم حاجة، بإنسان مش فاهم حاجة، إنسان زنخ، يعني معناها مش فاهم حاجة. فهمتوا؟ بس بعد إذنكم كل واحد يبص في حاله وما يحكيش أسراره وأسرار بيته للجيران ولا لعيلته ولا أي حاجة. عايز تحكي احكي لمراتك، ماشي، احكي لأولادك، ماشي، احكي لعيلتك، ماشي، ماشي. ما تحكيش بقى لاخواتك وعماتك ولاد عماتك وتحكي لجيرانك: انا ابني حصل كذا وبنتي حصل بكذا وده حصل.
انت بتسيح وبتدي ايه؟ عين وحسد، عين وحسد. ويحصل بقى في البيت ايه؟ مشاكل وخبط في البيت، وده في مشاكل وده مشاكل وده مشاكل، وده بيشد وده بيشد وده بيشد. ماشي. ويحصل ايه؟ معركة في البيت. ماشي. ليه؟ عشان انت خرجت حكيت، او انت خرجتي حكيتي. الست او الراجل ماشي او اولاد ماشي بيخرجوا بيعملوا ايه؟ تسييح. ده التسييح ده ماشي هو ده اللي بيخرب البيت. التسييح ده هو ده خراب البيت. بعد اذنكم كل واحد يفكر في نفسه، وكل واحد يفكر في حياته، وكل واحد يفكر في مستقبله، مش يفكر في مستقبل حد. ما هو ده اللي جايب ورا للناس. بس هي دي النقطة. ماشي. ما تسلمش على حد. ماشي. انت واثق ده، انت عارفه. لو انت مش عارفه سلم من بعيد، سلم من بعيد. لو انتوا صدقاء من زمان وعارفين بعض والكلام ده سلموا على بعض. لو انت مش عارفه غريب سلم كده. حتى الستات برضو ماشي السلام كده. ماشي من بعيد، مش لازم تمد ايدك والكلام ده. السلام لله. ماشي. مش هو ربنا سبحانه وتعالى قال سلام باليد او سلام بالكف كده. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي ايه؟ اللي قال في سورة، هتلاقيها في سورة قاف او سورة ياسين، هتلاقيها كده واقرؤوها في سورة. بعد اذنكم كل واحد يبص في حياته في مستقبله فقط لا غير. بعد اذنكم. تمام يا جماعة؟ بس حد بقى طلب حاجة من جوزه، او واحد طلب من ابنه حاجة زي دي، يا جماعة بلاش تعملوا نفسيكوا حاطين رجل على رجل ماشي، وتقوموا وتقولوا انا عايز اشرب، انا عايز اعمل الكلام ده. طب قوم اعمل حاجة لنفسك. ما تعملش اللي قدامك شدة اعصاب. ما تعملش اللي قدامك يتحرك وانت قاعد على حاطط رجل. ما انت بتعمل نفسك تعبان ماشي، وتعمل نفسك مش قادر، تعمل نفسك تعبان قوي وصدرك واقف ورجلك واقفة بعد الشر يعني. انت فاهم؟ يعني الكلام ده غلط. وربنا سبحانه وتعالى مديك حاجات حلوة، ومديك حاجة في جسمك حلوة قادر تتحرك بيها، وما زال غدوتي ايدك ورجلك بتتحرك بيهم كويس، ودماغك بتفكر بيها كويس. ماشي. بعد اذنكم كل واحد يخدم نفسه، وكل واحد يقدر نفسه زي انت بتقدر غيرك وبتساعد غيرك. برضو انت تساعد نفسك، وبرضو وقدر نفسك زي انت بتقدر ايه؟ غريب والقريب. ماشي. لا، قدر نفسك عشان ربنا يكرمك، وربنا يوسع عليك، وربنا يرزقك بكلمة حلوة مع ايه؟ من بق الناس. تمام. بس لو في اي استفسار ابعتولي على الخاص او سيبولي في الكومنت. ماشي. وانا هخش على ايه؟ هتكلم معاكم في ايه؟ في الكومنتات، او اكلمكم هو في الخاص. تمام. السلام عليكم.